عاشور قصته من الصعب استمرارها في الاهلي. اوبا اوبا، وانت قاعد بتتفرج عليا يقول لك سيف زاهر بقى قليل الكلام. طالما اتكلم في الحته دي يبقى عنده معلومه، يبقى راكب المصلحه. يعني ورقتك في الاهلي اكتب فيها اللي انت هتعمله واللي انت عايزه. يعني هلعب، لو عملت كذا يبقى في كذا، لو جالي عرض كذا، اكتب حضرتك اللي انت عايزه وهحاسبك عليه. حضرتك عايز تحترف؟ موافقين. ايه؟ موافقين. حضرتك عايز تحترف؟ هات عرض. طب حلو، بكام بقى؟ 10 فيما فوق. ايه؟ 10 فيما فوق. 500 مليون جنيه مصري. عايز نتكلم ونبتدي نفتح الحديث ونحط شويه امتيازات. عندك الحاجات دي ابعتها، ما عندكش الحاجات دي ما تضيعش وقتك لا معانا ولا معاك. هتيجي تقول لي 3 4 5 6، مش سامعك ومش شايفك وما تتكلمش لانك معايا 2.5 سنين. فما تضيعش وقتك، انا جاي معاك. فقدامك حلين: يا ترضى وتظبط وبتاع، يا تعمل حسبك ونعدل لك في ال2.5 سنين الجايين وتمضي 2 كمان او 3 سنين كمان، يا تكتب اللي انت عايزه يجي لك بيعه بعد كاس العالم. فاهم قصدي؟ وبراحتك. مبدئيا احنا مع بعضينا لكاس العالم، وبعد كاس العالم حدد انت مصيرك زي ما انت عايز. قعدت التزم عشان نوصل لنقطه كويسه مع بعض. مش عايز تقعد، هيبقى في عرض. اي سكه تانية كل سنه وانت طيب. والاهلي خلاص الكتالوج معروف، حدش يلوي دراعه.